ولا فنكوش؟ الاسترتش ماركس بتروح بمجرد ما نخس. فنكوش طبعا. الاسترتش ماركس هي علامات تمدد الجلد، وعلامات تمدد الجلد دي بتظهر لما بنتخن او بنخس. فاي تغيير في وزن الجسم بيؤدي لظهور الاسترتش ماركس. تمارين اليوجا بتحسن تجاعيد الوش. علم بنسبة ما. أنا دايما بقتنع إن الإكسرسايزنج والرياضة جزء من الهيلث اللي إحنا لازم نكون واخدين بالنا منه. فبطبيعة الحال لو أنا بلعب رياضة جسمي بيكون فت وبيبقى عندي عضلات. فلو حد استمر كونسيستنت إنه يعمل يوجا أو يعمل فيشل اكسبريشنز بالماسلز علشان تكون اقوى، فهتبقى اقوى. فهو علم بنسبه ما. الفيلر الدائم يفضل استخدامه في الجسم. احنا دلوقتي في الايرا او في عصر ان احنا ما نستخدمش البيرمننت فيلرز او الفيلر الدائم. حتى لو بنحقن الفيلرز في البودي فيلرز نقدر نحقنه في الديكولتاج، نقدر نحقنه في البط عشان نظبط البروبورشنز بتاعه الويست، نقدر نحقنه في الكالف وفي اماكن كتير قوي. بس دايما بنفضل نحقن ماده تكون اقدر اشيلها او اكسرها علشان لو حبيت اعدل فيها. فنكوش. الفيلر الدائم او البيرمننت فيلرز مش احسن حاجه للبودي. شرب الميه لوحده قادر انه يعالج كل مشاكل البشره؟ فنكوش. لا طبعا، لانه مهما حاولت اشرب في ميه او اخد هايدريشن وفلويدز، اخد سوائل كتير وارطب يعني جسمي، دي حاجه مش بس بتبقى كافيه للجلد. بالعكس، جلدنا دايما بنقول انه السكين از ذا بارير، او جلدنا هو اول طبقه بتواجه الانفايرمنت او بتواجه الحياه والبيئه اللي احنا دايما بنعيشها. فدايما بحتاج اعمل تريتمنتس واخلي بالي من جلدي ويبقى عندي سكين كير روتين مظبوط علشان جلدي دايما يفضل محافظ على نضارته والهايدريشن والريجوفينيشن والاجزاء اللي بتكون الجلد.